وإذا استمر الوضع على ما هو على رياض تذهب الجولة لحميدوف بحكم السيطرة والأفضلية سواء في النزال الأرضي أو بكنترول اللي حصل على طبعا على الكيج على مدار الجولة الأولى. ضربات إلى جسد حميدوف من قبل المقاتل الكوري سو يونغ. و10 ثواني نعم في نهاية 10 ثواني لنهاية الجولة الأولى. وبالفعل تنتهي. ترى كان على الجولة الأولى سو يونغ يو ما لقى أي منفذ لكي يطبق ما يسمى بالجوجوتسو الكورية. راح يبدي بركلات وضربات. سو يونغ يو يمكن يواجه الخسارة الثانية في حياته المهنية. حميدوف يمكن يكون عنده رأي في هذا السجل. أنا بالنسبة لي يمينيات سو جدا خطيرة، إذا وصلت إلى وجه حميدوف ممكن أنها تكون خطيرة وتنهي النزال. يعني إذا تاخذ اسمه للمقاتل الكوري سو يو يعني أنا أحاسبك أخاضيك. سو يو نعم المقاتل ممثل كوريا الجنوبية اليوم في UAE ووريرز، ومحاولة للإسقاط وكيج كنترول لصالح المقاتل حميدوف. جولة أيضا كذلك تشبه الجولة الأولى بالنسبة للنزال. شوف المشكلة بهذا النزال إنه المقاتل الكوري ما قاعد يلاقي طريقة للهجوم، بس قاعد يحاول يدافع. يعني تشوف الهجوم دائما مقاتل حميدوف والدفاع فقط. اوه تخلص رائع. شوف ما عنده فرصة يهاجم، يعني يحاول بس يدافع. يعني يعطيه يمكن فرصة، يمكن قوته الجسمانية تساعده، بس حميدوف ضاغط بكل الأوقات. اوه محاولة اسقاط الا انه دفاع ممتاز من قبل سو. والنزال يتواجد الان في منتصف القفص. وسيطرة الان لحميدوف. نعم سيطرة من قبل حميدوف على المقاتل الكوري، وارهاق واضح وشديد للمقاتل الكوري بعد دفاعات استمرت تقريبا لاكثر من 7 دقائق. وارجع واقول ما عنده طريقه الى الهجوم، عنده بس طريقه دفاع. يعني اذا قدرنا شو ممكن تكون شو ممكن يكون حله؟ انه يحاول يسوي هذا اللي قاعد يسويه. شوف هو يبادر بالهجوم، شوف قاعد ينتظر، يعني هو متاخر بالنقاط صح ولا لا؟ اي لكن يمينيات سو ممكن تكون خطيره تشكل خطر على حميدوف. اعتقد بس ايضا ضرباته قصيره، يعني خطافيات هي ضربات قصيره، يعني ما في اقصى من عندها غير الكوع، او يعني يمكن حتى عندهم نفس المسافه. ما قاعد يمد ايديه. الضربات المستقيمه احسن كبدايه، وتنهيها بضربات خطافيه ما عندي مشكله فيها. أوه. شوف مثل هاي الضربات اللي مستقيمات حلوه. شوفها مستقيمه نعم. اخرى مستقيمه رائعه. وقام يبدي يركل. بس المفروض حميدوف يبقى يرجع الى طريقته بالقتال والاسقاط الارضي. الاسقاط الارضي طبعا بعد تسلسل لكمات يكون اسقاط ارضي، الا ان دفاعات جيده قدمها يوه سويو. اوه يمينيه رائعه من سو. على فكره كذلك يساريات رائعه يعني من حميدوف. مع انه باقي بس دقيقه واحده تقريبا بالجوله الثانيه. جوله احسن نوعيا في نهايتها لصالح المقاتل سو يونغ يو. نعم نهايتها قلب بعض الموازين لصالح سو، الا ان في البدايه كانت جوله يعني كانت الجوله رايحه يعني بشكل جدا قوي للمقاتل حميدوف بحكم الاسقاطات والنزال الارضي.
اوه يساريه قويه. اليوم طبعا رياض المقاتلين يقدمون لنا لياقه بدنيه ولا اروع على مدار 4 نزالات متتاليه. يعني اليوم صراحه اللياقه اللي قدموها كل المقاتلين. هذا النزال السادس اللي يمكن يذهب الى قرار القضاة. ممكن يذهب، لكن يمكن عنده راي ثاني. حميدوف يمكن عنده راي ثاني. يمكن سو يانغ يو يريد يثبت انه هو بس قاعد يلعب باصم، قاعد ينتظر عشان يخلصها. باقي لنا حوالي 7 ثواني تنتهي الجوله الثانيه. نعم ونعم بالفعل تنتهي الجوله الثانيه وبانتظار نعم مشاهدينا الكرام، وتبدأ الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال مع صيحات الجماهير. طبعا ركلة جميلة من سو يانغ يو يحتاج هذه الجولة، يحتاجها يعني يا اما ياخذها 10-8 لكي يتعادل. اي 10-8 هو ضربة واحدة وقع. رائع. طبعا بعد تعليمات المدرب الكوري كانت قاسية جدا على سو. يعني شوف لما تظل مقاتلين اثنين القوة الجسمانية لصالح المقاتل الكوري، بس كتحكم داخل القفص، كتكنيك تحكم. نعم حميدوف عنده الأفضلية. نعم. ويستمر النزال في الجولة الثالثة هذا اليوم. يمينية رائعة من حميدوف. شوف محاولة اسقاط من سو الا انها لم تنجح، وتسلسل لكمات قوي. طبعا دائما وابدا تعليمات موجودة من قبل ركن المقاتلين. شوف الكاونتر بانشز مات الرد السريع من حميدوف. يعني حميدوف يسويها درزن اليوم اللي يخلصها 12-0. رياض الجولة الثالثة ضغط يعني سو هو المتقدم، هو اللي بادر، قاعد يبادر بالضبط. لأنه هو متأخر، قلت لك محتاج يكون الأشرس. بس شوف الضربة. حميدوف ضرباته دقيقة جدا. المستقيمات مالته ممتازة. شوف الجاب ما قاعد يوصل. محاولة اسقاط من قبل سو، الا ان دفاعات جيدة ممتازة للأمانة من قبل حميدوف. ايضا تثبيت على السياج في ثالث جولات النزال، ودقيقتين و40 ثانية نعم تفصلنا عن نهاية الجولة الثالثة والأخيرة. هل ممكن يسويها حميدوف ويخلصها بسبمشن ام سو له رأي آخر؟ طبعا هاي أول مرة نشوف المبادرة بالقتال الأرضي تكون من المقاتل الكوري سو يانغ يو. نعم ويعود النزال إلى منتصف الأوكتاغون، والتشجيع وصيحات الجماهير متواجدة أيضا. ركلة عالية من المقاتل الكوري، ثم ركلة سفلى كاف كيك، والمقاتل الكوري ينظر إلى نفسه في الشاشة. ونحن لاحظنا كثير من المقاتلين لهذه الليلة والليلة السابقة ينظرون إلى أنفسهم على الشاشة الجوجيتسو أرينا الكبيرة. بس يحسب للمقاتلين الاثنين لياقتهم العالية. يعني اصبح في الجولة الثالثة وباقي حوالي دقيقة ونصف فقط، ولكن اللياقة ممتازة من كلا المقاتلين. نعم لياقة فوق الممتازة للأمانة يقدموها كل المقاتلين الموجودين. أنا أرجع وأقول إنه ما عندهم الضربة القاضية، ما عندهم الضربة اللي تنهي النزال. يعني مع أن شاهدنا في أوزان خفيفة كذلك ضربات أنهت النزالات في الفيذر ويت، في اللايت ويت. لكمات متتالية من المقاتل الكوري سو يانغ يو.
اوه لكمه يمينيه قويه. يمكن المقاتل الكوري قاعد ينتظر اخر دقيقه اللي هي بدت قبل 10 ثواني انه يسدد ضربه قويه، ولكن هيهات 40 ثانيه فقط وينتهي النزال. طبعا احنا شفناها مره قبل مع نزال كوريان زومبي، انتهى النزال قبل 5 ثواني من نهايه الوقت. اوه محاوله اسقاط من قبل سو. هل يتكرر هذا الحدث؟ يعني اخذ السنجل ليج تاب، مو هذه الطريقه اللي ياخذها، يعني حتى لو ينزل ما عنده وقت كافي عشان يسوي محاوله استسلام. تعرف من اليوم يستحق الشكر رياض؟ شكرا جزيلا. الماتش ميكرز للفايتات اليوم صح. يعني حط اسماء مع بعض بالفعل مستويات متكافئه جدا، واعطانا نزالات ولا اروع. و5 ثواني تفصلنا مشاهدينا الكرام على نهايه 3 جولات هذا النزال، ونذهب الى قرار لجنه الحكام. ونعم بانتظار قرار لجنه الحكام، ومباراه ونزال كان رائع جدا. And ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, the judges have the scores 29-28, 30-27, and 30-27. Your winner by unanimous decision, Sarbajan Khadija. واحد من القضاة اعطى الجوله الثالثه لصالح المقاتل